عليكم ورحمة الله جميعا، ان شاء الله كنتمنى كاع تكونوا بخير. اليوم جيت نتقاسم معكم كيكه ديال الاوريو مع العنب الجاف، سهله وسريعه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 3 البيضات، هنايا كنحتاجوا كاس ديال علبه ديال السكر سنيده، كاس الا ربع من زيت نباتيه، كاس ديال الحليب، القليل من الملح، نص كاس ديال النشا. هنايا عندي العنب الجاف، الاوريو، 2 خمارات ديال الفاني، 3 الخمارات ديال البيكين باودر، والدقيق كيبقى حسب الخليط والنوعيه ديال الدقيق. غادي نبداو في طريقه التحضير. هنايا ديجا عندي القشور ديال الحامض، يعني كيبقاو اختياريين، بغيتي ديروا ديال الليمون ديروه. هنايا في زلافه كيف ما كتلاحظوا غادي ندير ديجا قشور الحامض كما قلت لكم، كنزيدوا عليهم 3 البيضات اللي كيكونوا ديجا واخدين حراره المطبخ، كنزيدوا عليهم سكر سنيده، قليل من الملح، وغادي نخلطوا الكل جيدا حتى كيتمازج داك البيض مع السكر سنيده مع قشور ديال الحامض. كيف ما سبق لي وقلت لكم، الا بغيتو ديروا قشره ديال البرتقال ممكن ديروها، كذلك ممكن انكم تستغنيو على قشره الحامض والبرتقال وتكتفيو فقط بساشيات ديال الفاني. هنايا كيف ما كتلاحظوا عندي 2 ديال ديال الفاني، يعني تعمدت انني نمازج بين الحامض والفاني، يعني كيكون واحد لوغو سبيسيال. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نخلط الكل جيدا، غادي نزيدوا داك الكاس الى ربع من الزيت نباتيه، كنخلط الكل يعني باش يتمزجوا ليا دوك العناصر. من بعد غادي نزيدوا عليهم كاس ديال الحليب اللي كيكون حتى هو واخد حراره المطبخ عفوا. هنايا غادي نزيدوا عليه كذلك شويه ديال العنب الجاف، غادي نزيدوا شويه ديال الدقيق، من بعد غادي نزيدوا عليهم كذلك 3 ديال الخمارات حمرين او بيكين باودر. بصراحه واحد الكيكه اللي هي ساهله ماهله، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، كذلك ما فيهاش بزاف ديال المقادير. كنكون ضفت نص كاس ديال النشا، من بعد غادي نزيد الدقيق تدريجيا حتى كنحصلوا على داك القوام ديال الكيك. يعني كل واحد كيعرف داك القوام ديال الكيك كيف كيكون، يعني ما كيكونش رخم وما كيكونش عاوتاني ثقيل بحال ديال لي بغيوش، يعني كيجي شويه خفيف. يعني كيف ما كتلاحظوا معايا كنزيد الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على داك القوام اللي بغيت. يعني غادي نستمر على هذه الحركه، يعني ملي كديروا ديك 8 ما كتقطعش لكم العجينه، دونك غادي تعرفوا بلي راكم حصلتوا على القوام المطلوب ديال الكيك. هنا كنزيدوا عليه واحد الساشيه ديال الاوريو اللي كنكون ديجا دقيتها في اناء ديال الفرن، كنكون دهنه بالزبده وكرشه بالدقيق. من بعد غادي نفرغ الخليط على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. في هذه الاثناء كنكون ديجا سخنت الفرن على درجه 180. بصراحه هاد الكيك كيف ما قلت لكم يحبوها الصغار والكبار، يعني واحد الكيك اللي هي معتمده، الناس ديال الكوتي، الناس ديال الفطور، بصراحه كتجي رائعه. واللي زوين فيها كتجي صراحه اسفنجيه، كتجي رائعه جدا. هنايا في التالي كنزيد عليها شويه ديال العنب الجاف اللي احتفظت به حتى الاخير باش نزوق به الفوق. هي بصراحه كتجي زوينه بزاف، يعني كنشجعكم انكم تصيبوها في ديوركم. يعني كنديرها في الفرن، من بعد ما كنخرجها من الفرن كيف ما كتلاحظوا معايا كنديرها في اناء ديال التقديم. بصراحه كتجي منتفخه وكتجي اسفنجيه كيف ما سبق لي وقلت لكم، اللي كيف ما كتلاحظوا كتعطيو داك اللون الذهبي رائع جدا، كتكون محمره من التحت وكتكون محمره من الفوق، ما شاء الله كتجي الكيكه ديالنا رائعه. كنكون دهنها بشويه ديال المربى ديال المشمش او ديال الليمون اللي عندكم في الدار متوفر. من طبيعه الحال داك شويه ديال الاوريو اللي كيكون شايط ليا كنزيدو من الفوق كتزين فقط، هو درت شويه لداخل ودرت شويه الفوق، يعني فقط للتزيين. يعني بالنسبه للزين كيبقى اختياري، بغيتو ديروا الاوريو ممكن انكم تحتفظوا بالكيكه ديالكم كيف ما راها، يعني كيبان داك العنب الجاف من الفوق، يعني ما كيحتاج انكم ديروا الاوريو من الفوق. يعني من بعد ما كنقطع كتكون بحال هكا، بصراحه كتجي رطيبه وكتجي اسفنجيه كيف ما كتلاحظوا معايا، كتجي رائعه جدا والمذاق لا يعلى عليه صراحه. يعني كيف ما كتلاحظوا الشكل كيكون بحال هكا. يعني كيف ما قلت لكم ممكن انكم تجربوها في الديور ديالكم، فبصحه وراحه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم في وصفه جديده ان شاء الله.